السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمها هنديل وان شاء الله مكملين في السلسلة بتاعتنا للتطبيق العملي خطوة بخطوة على HTML و CSS و جافا سكريبت. بفضل الله في الفيديوز اللي فاتت اضفنا مكتبة للايكونز واضفنا خط في موقعنا وربطنا الستايل بالاندكس وربطنا برضو المين دوت جي اس بالاندكس، وكده احنا جهزنا بقية العمل عشان نبدأ مشروعنا. وقبل ما نكتب اي كود احنا لازم نفهم البيسك ستراكشر بتاعت صفحة HTML علشان ده الهيكل الاساسي اللي انت هتشوفه تقريبا في كل مشروع انت هتشتغل عليه. ويلا على بركة الله نبدأ نفهم البيزك ستراكشر لل HTML. واول حاجة عندنا في ملف ال HTML هو الدوك تايب ديكلاريشن او الدوك تايب HTML، وده هو اللي بيعرف البراوزر ان الصفحة دي امتدادها HTML5، بالتالي المتصفح يتعامل مع الصفحة ويعرضها بالشكل الصحيح. تاني حاجة عندنا ال HTML root element، وده اللي بيحتوي على كل العناصر اللي في الصفحة، والتاج ده جواه اتريبيوت باسم لانج وايكوال اي ان عشان ده اللي بيغير اللغة، ولو انا عايزة اللغة تتغير للعربي بخليها اي ار. ان شاء الله هعمل لك فيديو بسيط يعرفك الفرق بين التاج والاتريبيوت والفاليو. وبعد ما اتكلمنا عن تاج ال HTML خلينا ندخل على الهيد. والهيد تقدر تقول ان جواه المعلومات بتاعة الصفحة. يعني ايه؟ يعني انا ممكن احط فيه التايتل، اللينكس، الميتا. الحاجات دي مش بتظهر في الصفحة بتاعتنا، هي موجودة لكن مش بتظهر في الصفحة بتاعتنا. اللي بيظهر في الصفحة بتاعتنا هي اي حاجة احنا بنكتبها في البادي. وخلينا هنشرح كل حاجة جوه الهيد. اول حاجة هنشرح تاج الميتا، والميتا ليها اكتر من استخدام. خلينا في اول استخدام ليها. عندنا هنا اتريبيوت اسمه شار سيت او كاركتر سيت، والفاليو بتاعها UTF-8، واليو تي اف 8 هو المسؤول عن ترميز الصفحة. يعني ايه ترميز الصفحة؟ علشان احنا بنسمعها كتير ومش فاهمينها. ترميز الصفحة يعني انا مثلا لما اكتب كلمة زي هلو، زي اي كلمة عايزة اكتبها، اي جملة عايزة اكتبها، حتى لو عايزة احط رموز تتكتب معايا بشكل صحيح. لكن السطر ده لو مش موجود ممكن الاقي مشاكل في الرموز، ممكن الاقي الكلام مكتوب بشكل مش صحيح. والسطر اللي بعده ميتا برضو، ولكن وظيفته هنا وظيفة مختلفة. السطر ده وظيفته ان هو يخلي لك الموقع بتاعك يظهر بشكل مناسب. هتلاقي في السطر ده مكتوب نيم ايكوال فيو بورت، ومعناها مساحة الشاشة او مساحة عرض الصفحة اللي انت فاتح منها والمستخدم فاتح منها. عندنا هنا برضو الويتس ايكوال ديفايس ويتس، معناها انه عرض الشاشة بيكون متناسب مع على حسب انت فاتح من تابلت، من موبايل او من بي سي. عندنا الانيشال سكيل برضو بتقول لك انه الصفحة مفتوحة بوضعات طبيعي 100%. يعني باختصار السطر ده معناه انه هيخلي لك الموقع متجاوب على كل الشاشات. بس طبعا قدام لما نتعلم الميديا كويري مع بعض هتعرف انه محتاج انه يكون اكثر تجاوب، وهنعرف الفرق ان شاء الله. وطبعا السطر ده هو سطر اللينك بتاع المكتبة اللي احنا اضفناها المرة اللي فاتت، واي لايبراري بعد كده انت ممكن تحط اللينك بتاعها برضو هنا في الهيد. وبعد كده عندنا التايتل، والتايتل ده هو عنوان الصفحة، بيكون موجود في التاب اللي فوق اللي في الصفحة من فوق، بس مش بيكون موجود جوه البادي. وعندنا طبعا اللينك بتاع الستايل، وده احنا عرفناه قبل كده. كده اكون غطيت لك البيسك ستراكشر بتاعه ال HTML. وطبعا عندنا البادي، والبادي بتظهر فيه كل حاجة احنا بنكتبها في المتصفح. اتمنى تكون استفدت مني. وعلى فكرة انت كان لازم تفهم كل سطر مكتوب هنا علشان بعد كده لما تيجي تكتب ال HTML تبقى عارف كل الكود من ده موجود ليه ووظيفته ايه وبنستخدمه في ايه. حاول تتابع الفيديوز بالترتيب بتاعت السلسلة دي علشان انت هتستفاد جدا منها. ولسه احنا ندخل في الجزء العملي بعد كده وهتستمتع جدا بيه وهتستفاد جدا منه. حاول تشير الفيديوز دي على قد ما تقدر علشان الخير يعم على الجميع والفايدة تعم على الجميع. اتمنى اكون افدتكم. ما تنساش لايك شير سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.